حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهارده بقى انا جايه نعمل مع بعض كده فكره غدا غير تقليديه، يعني مش دايما بنعملها بس بنعملها او بنشتريها جاهزه من بره، الا وهي الفطير الشرقي. لما يكون نفسك في حاجه كده جديده وعايزه تجددي فايه، دي فكره من ضمن الافكار يعني. هو سهل مش صعب، بس ليه تكنيكات كده معينه، وكل واحده بتعمله بطريقتها، يعني كل واحده بتحب تعمل فطير بيبقى ايه بطريقتها. انا معايا هنا 4 معالق سكر كبيره، وهنزل كده ايه بربع معلقه ملح، انا مش حابه اكتر الملح، وهنزل بنص لتر ميه. تمام، هقلب بقى سم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب السكر كده في الميه، مش عايزاه يبقى باين علشان خاطر لما اجي افرد العجينه بتاعتي ما يقطعش العجينه. السكر اهو دايب الى حد ما يعني. هنزل بكميه الدقيق اللي انت عايزه تنزلي بيها، ممكن كيلو، ممكن كيلو ونص، المتاح عندك هتعمليه على قد اسرتك. اهم حاجه بقى في المرحله دي انك تنخلي الدقيق كويس، علشان بصوا يبقى كده ايه، بصوا الكتل اللي بتبقى في الدقيق، وساعات الدقيق السايب بيبقى فيه شوائب يعني والله، وساعات كمان الدقيق الاكياس بيبقى فيه شوائب، فلازم ننخله علشان خاطر تتاكدي من نظافته. هنزل بنص بايكو بيكنج باودر علشان خاطر العجينه بتاعتي تقيله، طبعا عشان نحط حشوات فالعجينه بتاعتي هتبقى تقيله، حطيت زي نص ايه معلقه كبيره. هسمي الله كده وابتدي بقى اعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا كده شربت العجينه من الدقيق والميه، هي بتبقى العجينه بتلزق كده على خفيف. تمام، هنزل بمعلقه سمنه ومعلقه زيت اهو، ما نكترش، دول هنلم بيهم العجينه، وكمان هيخلوا العجينه تورق معايا. بصوا العجينه بقت معايا ملبن. بصوا انا كده عجنتها كويس جدا، بصوا بتتمط معايا ازاي. هسيبها بقى ترتاح شويه قد نص ساعه، وبعدين هاجي اقطعها معايا. انا هنا معايا سمنه اهو، سبتها تسخن كويس على النار، والفراخ زي ما وريتها لكم كده قطعتها، مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها. اهي زي ما احنا شايفين كده، ما قلبش بقى فيها كتير لحد ما تاخد لون كده الفراخ. بصوا ابتدت بقى ايه خلاص استوت اهي. هبتدي بقى انزل بالبهارات بتاعتها، بس هستنى ان هي ايه تاخد سنه لون بس. هنزل بالملح 7 بهارات، الفلفل الاسود، البابريكا، نزلت كمان بفص ثوم صغير، بتدي تشوق يعني طعم تيست حلو قوي للفراخ وطعم جميل قوي. اهم حاجه ان الحشوه بتاعتي ما يبقاش فيها ميه خالص، لان طبعا ده عجين هنحشيه وكده فمش هينفع. هنا انا قطعت بصلايه اهو، تقطيعه البيتزا بالظبط، يعني كانك هتعملي حشو للبيتزا. بصوا يدبل بس مع الفراخ بتاعتي كده، وكمان مقطعه فلفل رومي وحامي، مقطعه فلفل رومي وحامي اهو، عشان بس يدبل شويه مع الفراخ اهو. طبعا الحشو اللي انت تحبيه بقى تحطيه، والخضار اللي انت برضو تحبيه حطيه، انا بس يدبل شويه كده وهقفل عليه، يبقى كده الخلطتين او الحشوتين بتوعي خلصوا. طريقته سهله جدا جدا جدا، وفعلا بيبقى تغيير ما بين الروتين اللي احنا بنعمله يوميا، فنحاول نفصل شويه، وبدل ما تروحي تشتريها بمبلغ وقدره الله اعلم هو بكام، لان انا ما بجيبش الحاجه دي من بره، انا بعمله اهو في البيت زي ما انتم شايفين. الطريقه سهله، شويه دقيق، ميه، مش عارف ايه، واي حشو عندك ممكن تعمليه بالجبنه بس، يعني جبن بس اهو. هيدبل بس معايا كده عشان بس موطيه النار اهو.
وبعدين نقعد بقى نقطع العجين معاه زي ما احنا شايفين كده. هقفل بقى عليه. انا عايزه الخضار بتاعي مصحصح بس ايه، في سنه دبلان يعني كده. الدنيا معايا تمام اهو الحمد لله. هقفل بقى ايه عليه، لا ببزخ علشان خاطر العجين بتاعي ما يلزقش معايا. الصينيه دي بتاعت المرمطه يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه بتاعتي بقت عامله ازاي بعد ما ارتاحت. هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا عايزاه. هتقطعيها بقى باحجام هوريها لك. بصوا انا مقطعاها في حجم البرتقانه البلدي. بصوا بخليها كلها كده يبقى فيها زيت علشان خاطر، بصوا الاحجام علشان خاطر ما يلزقوش في بعض. وغير كده كمان ما بتخليهاش تنشف، يعني كميه الزيت دي عشان ما تخليش العجين بتاعي ينشف مني ويقشف. بصوا انا قطعتهم زي ما انتم شايفين كده اهو، ودهنتهم كويس جدا بالزيت. شوفوا لازقين في بعض ازاي، لكن لو ما كانوش هيلزقوا يعني. بصوا اللي انا اقصده ايه كده. بصوا ممكن تقدري تطلعيهم اهو، بصي تقدري تطلعيها كده من جنب التاني لانها مدهونه زيت كويس. لكن لو مش مدهونه زيت هتلزق ومش هتعرفي تطلعيها. هغطيها بقى علشان ما تنشفش معايا برده. وهقعد بقى ايه مريحاها ساعه، لازم ترتاح ساعه عشان تقدري تفردي وتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. بصوا يا حبايبي انا عندي هنا حته زبده صغيره. ما توقفيش الوصفه على حاجه، يعني ما تخليش الوصفه واقفه على حاجه. انا معايا هنا سمنه عاديه خالص، سمنه عاديه خالص بتاعتنا اللي هي بتاعت العلب الكبيره دي اهي، تمام. وهحط كمان حبه زيت. الزيت بيديله كده قرمشه كده وتحسي ان هو منشنش كده يعني حلو، تمام. تعالوا بقى حبايبي نطبق الفطير مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. انا هنا حطيت كميه زيت حلوه علشان افرد عليها. لازم زيت، ما تدهنيش سمنه علشان بتنشف وبتخلي البتاع العجينه تقطع معاكي. الفطيره الصغيره انا بعملها 4 كرات، ولو حابه تكبري الفطيره معاكي براحتك. هبتدي افردها على زيت. وعلى فكره الخليط اللي انا كنت عاملاه من السمنه انا كنت حاطه كمان سمنه بلدي، بس للاسف ما اتصورتش. حتى تعصيج اللحمه انا مصوراها، لكن التليفون بيسخن في المطبخ فبيفصل لوحده. هبتدي بقى افردها بالراحه جدا علشان خاطر ما تقطعش معايا. حاولي انك تتعاملي معاها برقه عشان خاطر ما تقطعش. غير كده نتك على الحروف علشان ما تبقاش تخينه معانا بعد التسويه. زي ما احنا شايفين كده هبتدي افرد واحده واحده. سهل جدا، سهل جدا والله يا جماعه. وممكن تعملي فطير كده مشلتت وتاكلي جبنه عسل، اللي يعجبك يعني. هبتدي بقى اخد من الخليط من السمنه اللي انا عاملاه دوت، وهبتدي اقلبه كده في قلب بعض. وبيني وبينكم لما بعمله كمان وبحط فيه زبده، يعني الخليط كده زي ما انا عاملاه واحط فيه حتى لو معلقه زبده بيبقى تحفه. هبتدي كده بالراحه واحده واحده اطبطب عليه وافرد عشان ما يقطعش معايا. وهبتدي بقى اطبقه، وانا بطبق كده افرد اشد وافرد واطبق زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو افرد بايديا زي ما احنا شايفين كده. هعملها زي الظرف وبايديا كده ادهن سمنه. هي مسحه السمنه اللي احنا حطيناها في الاول هي اللي هشتغل بيها الفطيره كلها. هبتدي بقى افرد واحده تاني واحط اللي طبقتها في قلبها واطبق عليها الفطير. زي ما احنا شايفين كده. بس للاسف فريده اللي كانت بتصورني فكتر خير الدنيا ان المقطع ده اتصور. ابتدي بقى احطها على جنب وافرد كمان كورتين واحط اللي طبقتهم عليها اهو. بس اهم حاجه كل كرايه افردها لازم ادهنها سمنه قبل ما احط فيها الكور التانية زي ما احنا شايفين كده. اخر واحده كده انا عملتهم 4، بتديكي فطيره متوسطه.
زي ما احنا شايفين كده، وهركنها بقى في الصينيه بتاعتها تكون مدهونه. لازم الصينيه بتاعتها بصوا بقى يا حبايبي، انا عملته كله شكلته زي ما وريته لكم كده، بس لو هاجي هفرده مش هيتفرد معايا، فانا هسيبه يستريح شويه، ولازم اغطي الوش كويس. تمام. هبتدي بقى افرد، ادهن ايدي كده بالسمنه وافرد. لو لقيتيها لسه بتلم معاكي تسيبيها تريح شويه. كده انا فردتها بسمك مناسب جدا جدا جدا، ما تخليهاش رفيعه قوي ولا تخليها تخينه قوي، خليها مناسبه جدا. حابه تحطي بقى صلصه زي البيتزا بالظبط حطي، انا ما بحطش. هحط بقى الحشو بتاعي وبعدين ادخلها الفرن. هسيبها الاول تريح شويه بعد الحشو، بعد ما احط الحشو كده اسيبها تريح، وبعدين هدخلها الفرن يكون سخن. بصوا انا كده ايه فرشت الحشو عليها، وهثبتها بقى على الفطيره بتاعتي. طبعا انا مش هدخلها دلوقتي غير لما اسخن الفرن وهي كمان تفتح شويه عشان تقب معايا. هنا انا مش هحط كمان الجبنه غير لما تاخد سوا اهي. بصوا بقت جميله ازاي. طبعا تحطي بقى الحشو كده مليها كده وتظبطي الدنيا. انا حاطه زيتون، حابه تحطي قوطه حطي، بس عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتغرقها لي، فانا مش عايزه يعني ايه ميه في الحشوه عشان ما تعجنيش العجينه اهي. انا بقى كده هولع الشوايه وهولع الفرن واستنى لما يسخن كويس جدا، وهبقى ادخلهم واحده واحده. فردت بقى الكبيره اللي انا هعملها بقى بالفراخ وهنزل عليها بحشوه الفراخ. هبتدي بقى افرد الحشوه كده واثبتها على الفطير. كده بفردها بتتفرد معايا وما بتلمش تاني. الجبنه مش هحطها غير لما تستوي. هبتدي بقى ادخلها على الصاج الاولاني اللي هو في اول الرف بتاع الفرن على نار عاليه جدا. تمام. وهشغل كمان المروحه عليها وهستنى معاكم لما نشوف بقى ايه تستوي من تحت، يبقى نحط عليها الجبن. كل شويه كده افتح واشوف. بصوا ما شاء الله بتبتدي تترفع ازاي، واقلب كده علشان خاطر كلها تبقى سوا واحد اهي. حبايب قلبي عامله ازاي؟ عارفين دي لو فطيره يعني مشلتت عادي كان زمان دلوقتي ايه، اللهم صل على النبي، كان زمانها قبت يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا زي ما اتفقنا كل شويه كده نفتح عليها وندور. بصوا بقى عشان اتاكد اذا كان الحف من تحت استوى ولا لا، عشان طبعا انا عندي الفرن حامي لازم ايه اقلب كده. بصوا اطلعها بقى فوق، اطلعها فوق كده، بس مش هفتح الشوايه، بس هحط بقى الجبن في الاول. هبتدي انزل بالجبنه الرومي كده سنه كده عشان ايه ما تحدقهاليش. كمان انزل كمان بالموتزاريلا كده واوزعها كويس. بصوا اصلا شكلها خطيره خطير اهي زي ما احنا شايفين كده، لوحه فنيه والله. هطلعها بقى على الرف اللي فوق وهدخل اللحمه، وزي ما عملت في الفراخ هعمل في اللحمه اهو زي ما احنا شايفين كده. هدخل اللحمه على اول رف في الفرن. بصوا بقى اللي انا اقصدها دي ساده خالص ازاي قلبت معايا وجميله ازاي. بصوا يا ولاد الساده حلوه ازاي وطعمه وجميله. عملتها 4 كرات بس، يعني انا عملت الواحده 4 كرات، في اللي عملته 5 وفي اللي عملته 6 وفي اللي عملته 7، يعني الكبيره دي عملتها تقريبا 8 بس. الساده بقى دي هقطعها للولاد كده ياكلوها كده لحد ما اخلص. اهي يا حبايبي اللي بالفراخ زي ما احنا شايفين كده حجمها قد ايه جميله. قطعيها بقى بالكاتشب والمايونيز بقى وكلي بالهنا والشفا. طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم، والطريقه سهله ما فيهاش اي افتكاسه وما فيهاش اي تعب.
واللي باللحمه اهي خطيره خطيره خطيره. بس انا بعمل اللي باللحمه دي لجوزي، هو ما بيحبش الجبنه كتير، فعملتها له كده زي ما هو بيحب، جميله وسهله اهي. عملت كمان واحده بالجبنه للولاد اهي، جبنه بس انا سبتها في الفرن. بصوا قد ايه طريه وقد ايه جميله، سبتها في الفرن فتحه خدت لون زياده، بس هي جميله وتحفه وطريه والله العظيم. بصوا مش عايزه اي كلام. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم، وما تنسوش الدعوه الحلوه لام وليد والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.